الزناقي 45. هاد السيد هذا كان ساكن في الجزائر، عايش تما، يعني كان خدام تما، عنده قناة في اليوتيوب. هي هادي شحال من مرة درنا عليه رياكشن على فيديوهات اللي كيدير تما في الجزائر. على اين واحد النهار وكان ديما كيشكر في الجزائريين ويعني وصراحة عمرنا ما شفنا فيه يعني كلام ديال العيب لا على المغرب ولا على الجزائر. انسان ظريف لا عمرها دار. المهم ما علينا. حتى واحد النهار صافي، المهم ما بقاش في الجزائر، جا المغرب، بقى كيدير محتوى، يعني بدل المحتوى ولا كيدير فلوغات لدرجه ان يعني كما كتشوفوا التفاعل ديالو طاح بزاف، وهذا الشيء ما عجبوش. ولا كيدير لايفات، كيخرج في فيديوهات وكيغوت على المتابعين ديالو حيت ما كيتفرجوش فيه، حيت كانوا كيتفرجوا فيه فاش كان في الجزائر، وفاش جا المغرب ما بقاوش كيتفرجوا فيه. على اين غنتفرج لواحد اللايف ديالو، ما غاديش نتفرجوا له كامل، وكنا نتفرجوا في القطات باش نردوا عليه. زائد غادي نوضحوا الامور اللي حتى هو ما عرفهاش. وتصنت معايا اخويا الزناقي، بارطاجيو هذا الفيديو معاه باش يفهم ويعرف هاد الحوايج هادو. على بركة الله. نبدا الله. زوينه يبين لي لازم كيدخل ما كيبغيش الفيديو، ما كيبغيش يتفرج له. واش انسان هذا اللي متبعني عنده عداوه مع المغرب؟ يبين لي عنده عداوه معايا انا، يبين لي ما باغيش يشوف شي حاجه زوينه، يبين لي باغي التفاهه، يبين لي باغي المرض، يبين لي يعني بنادم يعطيني. فهمتي علاش حنا من الاول علاش بدينا جوج بلايص عندنا، المغرب والجزائر. ما مشيناش حنا كنهضروا في هذيك اللعيبه ديال هذا القضيه ديال حاجه زويونه. بارطاجينا اسعار مواد غذائيه في الجزائر، المعيشه، السكن، البطاله. كتسمعوني اخوتي؟ كتسمعوني اخوتي؟ كنتو كتسمعوني؟ هذا عباس اللي هضر هاد الهضره. سمعوا مزال الشيء اللي غادي يقول مهم بزاف، وغادي نرد عليه في هذه اللحظه هذه. هذا عباس اللي هضر هاد الهضره، وانا خدام على راسي اخويا، وخدام على امين امك. فهمتي؟ وانت يا خدام، انا ما تقدش عليا، انا خدام انايا في اي حاجه كنخدم في الصنعه، كنخدم في اليوتيوب، كنخدم في البيع والشراء، كنخدم في الجزائر. وانت اللي سير تخدم حاضيني نتايا. انا دابا داير لايف مع الناس، وانت واش دخل امين امك عندي؟ وانا كنجيني للبريفي. اسمح لي اخويا الزناقي، انت كصانع محتوى او واحد الانسان او يوتيوبر، احنا عارفين اي واحد كيخدم في هذا المجال هذا كيتلاقى مع بزاف ديال الناس، بزاف ديال العقول. كاين اللي مريض، كاين اللي حمق، كاين اللي ظريف، كاين اللي مربي، كاين اللي زوين. كتلاقى مع اطباء، تلقى مع فقهاء، يعني كتلقى بزاف الناس كيتفرجوا فيك، وكل واحد عقله. انت بما انك دخلت لهذا المجال، خصك عقلك يعني تربيه باش يتقبل جميع دوك العقول ديال المتابعين ديالك. جا سبك شي واحد فصادو، هذا الانسان مثلا طيح قالك سير تخدم، انت ما خصكش تنيرفا، ما خصكش تعصب. هذه الاولى، هذا الدرس الاول خصك تعلمه، لانه الا جينا نتعصبوا على السبان والمعيور راه ما نساليوش. كتعرف شحال واحد ديال انا كان عمرني اديت شي واحد، الحمد لله بفضل الله. كتعرف شحال ديال السبان، ولكن عمرني خرجت راه قلت فلان راه سبني ولا بقيت كنغوت عليه. العكس، حتى الا رديت على شي واحد كنرد عليه بلاتي هي احسن. علاش؟ حيت انا ما نهبطش للمستوى ديال داك بنادم، هو قليل الحياه ما مربيش. انا ما رديت عليه، نرد عليه نقول له الله يهديك والله يصلحك ونحاول نعطيه كلمات زوينين اللي تخليه يتراجع، ما يبقاش ديك الحده اللي كان فيها. يعني ملي غادي يكون مثلا داير لايف ويجي واحد مثلا يطيح مني ولا يقول لي شي حاجه مزياناش، ما ردش عليه بديك الطريقه. هو متابع كيتفرج فيا انا، بما انني دخلت لهذا المجال، فخا خصني هذا الشيء نولف ونكون عارفه. راه ما يمكنش الناس كاملين يبغيوك، ما يمكنش كامل الناس يقولوا كلام زوين، ما يمكنش، مستحيل. ضروري غتلقى ناس يسبوك. واخا تكون، شوف، راه الله يجعلك دير اللي درت، واخا دير، كتعرف راك دير اللي درت وتقرا القران. كتعرف تقرا القران هي اعظم حاجه، دير الفيديو تقرا القران، فراه غادي يجي بنادم يسبك ويطيح منك ويقول لك كتاجر بالقران.
راه بنادم في عقلو كاين شي ناس الله يهديهم راه ما فهمتش، ولا مشيت تدي عليهم راه غتحماق. راه انا في واحد القصه هذا العبد الضعيف فاش كنت يلاه بادي، ولكن واخا هكاك عمرني الصراحه خرجت يعني قلت شي حاجه خايبه. التربيه ديالي الحمد لله ما كتخلينيش انا نقول داك المسائل. راه شي مرات فاش كتكون بادي راه كيبغيو يدخلوك في اكتئاب صاحبي، كيبغوا يدخلوك في اكتئاب. علاش؟ حيت كتبقى تديها فيهم. انت من على نيت كتجي تقرا التعاليق عادي كتقراهم. هاد الناس كيبغيوك كتبغي تعاود تشوف واش الناس عجبهم الفيديو واش ما عجبهمش، الاراء ديالهم في الفيديو كترد عليهم. راه في واحد الوقيته كنت كنبغي نمرض صاحبي، ما عمرني قلتها شي واحد، عمرني خرجتها في فمي اول مره نقولها، وكان مرض. عرفت لما كيقولوا كنبغي نتعقد كنقول بناقص من هاد الفيديوهات، بناقص من هاد الشيء، كنولي موسوس. علاش؟ حيت كنقرا داك التعاليق السلبيه ديال داك الناس اللي مرض في عقلهم. واش فهمت شنو بغيت نقول لك؟ اللي المهم مع المده بقيت بحال كنولف دوك الناس، بقيت كندير مناعه منهم لدرجه انهم وليت كنقرا تعليق وعرفتي واخا يقول حتى البارح العيد، واخا ما كانش العيد ماشي غدا العيد، يقول البارح العيد، نقول له عندك الحق، علاش؟ ما كيهمنيش انا. شوف التعليق ديالو ما غادي ينقصني، يعني الا ما نفعنيش ما غيضرنيش، فهمت؟ الا ما نفعنيش ما غاديش يضرني. اخويا الله يجعلك تقول لي قلت، انا ما شغليش فيك، عمرني ما غادي نرد عليك بشي طريقه خايبه. راه سبونا وسبوا والدينا وسبوا عائلتنا وسبوا جدودنا ولكن عمرنا ما. علاش؟ حيت راك عارف الناس كيفاش دايرين، ماشي كاملين، كاين بعض الناس ما عقلهم هكاك داير، يعني انت ما خصكش تدي عليهم. هذا المجال كيخصك تكون بحال هكا. هو صعيب في الاول فاش كتكون يلاه بادي، صعيب كيجيوك بزاف ديال مثلا الناس كيسبوك وهذه راه كتجيك قاصحه، ولكن غير هو خصك تتاقلم، تولف داك الشيء، غتولفوا ما غاديش تبقى تديها فيهم، غتبقى تشوف غير الناس اللي كيحبوك والتعاليق زوينين وغترد على التعاليق زوينين، والخايبين والله تبقى تبلوكيهم وتمسحهم وما تسوق لهمش، واخا تقراه ما تديهاش فيه. علاش؟ حيت صافي ولفت. غير باش تعرف هذه القضيه هذه، الله يجازيك بخير السي زناقي، راك مازال ما عرفتينيش واقيلا. مرض بحال هذا كنا انا ما نقولوش هاد الطريقه ديال ما عرفتينيش انا شكون، فهمتيني والله ونشدك لا، داك متابع نقدر هنا غير بالهضره نبدل له عقليته يولي ما يبقاش يقول ديك الهضره. حيت شنو الهدف ديالي انا من هذا الشيء كامل؟ شنو الهدف ديالي؟ هو نبدل العقول ديال الناس يكونوا يعني كنشوفهم كيديروا واحد الغلط ما يبقاش يديروه، فهمت؟ هذا هو كيقولوا مؤثر، هذا هو التأثير، كتأثر على عباد الله. يعني راه ماشي هذه الكلمه هذه راه معناتها كبيره صاحبي. يعني حيت مثلا رديت عليه ما نفعو في والو داك الرد، ولكن كون رديت عليه بطريقه زوينه قدر ربما يدير عقله. ما دارش عقله ما تعاودش ترد عليه، بلوكيه ولا مسح التعليق ولا ما تعاودش تقرا التعليق كاع ولا المهم، فهمت؟ هي ما نطيحش من راسي انا على ود واحد ما ساويش. سير اصاحبي راك ما تعبنيش على الاعصاب، انا راني جاي نناقش واحد الموضوع وانا راني ولد الشعب وطايب على امك. الا مشيتي كتبتي شي لعبه هذاك كلافي ديالك هذيك تكتب اللي بغيتي، انت تكتبها بالصباع اللي بغيتي، ولكن بالمباشره ما غتقدش تهالك. هذا سميتو كنمشي الرحلات. سمعوا هادشي اللي غادي، هادشي اصلا درت الفيديو غير على هاد القضيه باش نوضحوا هاد المساله هادي. غادي ندخل معكم في الموضوع مباشره، حاجه كضرني. هادشي اللي بغينا السي زناقي يدخل معنا في الموضوع مباشره، الله يجازيك بخير، باش نعرفوا حاجه اللي كتضرك باش نحاولوا نصحوها لك. اخوت نصحوا بعضياتنا. انسان والله الا شوف ظريف وحق الله العظيم، راه عقله والله الا نقي، غير انا اثرت عليه هاد المساله هذه ديال انه كيدير فيديوهات ما كيتشافوش بحال الاول، وانا عارف حاس به، حيت وقعت لي بزاف ديال صناع المحتوى. تصنتوا مزيان وغادي نشرح له كل شيء وغيفهم. غنبينها لكم علاش. بارطاجيوه اللي كيعرفوا يبارطاجي في هذا الفيديو ولا يبارطاجي الفيديو راه غيوصلوا ان شاء الله. فاش كنت في الجزائر كنت كنخسر رزقي وكنمشي الرحلات وكنكتشف وسياحه ومنا وكنصور البلاد وكنقول الحقيقه. بنادم كان كيدير لي جيم تعاليق لقانا كانت كطلع انت خونا انت كذا انت هادي. فاش هبطت من الجزائر نص المتابعين كيقولوا لي
غير غتهبط غتسيف غتولي تسب الجزائر تولي كدا وانتم بحال وانتم هذا، وهبطت ورغم ذلك ما سبيت لا جزائريين لا حتى شي حاجه. ماشي هذا هو الموضوع. فاش جيت لهنا وعدتكم بان هنا غنصور لكم الاسعار، بشحال دايره المواد الغذائيه، بشحال بطاطا، بشحال مطيشه، بشحال مسائل. غنبارطاجي معكم بزاف د المدن، المعيشه في المغرب وبالمصداقيه. فهمتوا؟ قلت لك هادشي اللي قلت لكم بالمصداقيه. غنصور معكم بزاف د الحوايج. كي جيت اخوتي واحد التفاعل ولا رهيب. ما فهمتش انا بنادم ما كيعرف لا يهضر بحالنا، ما عنده افكار كي عندنا كنعطيوها لكم، ما عنده تجربه كي مدوزها انا الحمد لله ديال لا الغربه لا تجربه مع داك الجزائر. دابا كيهضر على التافهين هذوك اللي كيديروا فيديوهات ديال التفاهه، ما عنده حتى شي حاجه وكيدير فيديو ويخربق ويضحك بحال روتين يومي وتخربيق. هذوك اللي كيضروا بطبيعه الحال هذه، وكيقول لك عندهم متابعين ويتفاهى كيضرب المشاهدات وهذا، وانا كنخسر رزقي وكنخسر هذا، وبنادم تاجي ما كيبغيش يديرها زكاره ولا بحال اللي فهموني. دابا فهموني شنو علاش فتحت هذا اللايف. ولا بحال اللي بنادم فاش كنصور له المغرب ما كيعجبوش الحال. الا غنبقى نصور المغرب وبنادم ما يعجبوش الحال، انا سالي من التصوير ديال الفلوغات وهذا. شنو خاسر 50 اورو ولا خاسر 100 اورو تقريبا 1000 درهم فواياجا، والفيديو مدخل لي 1 اورو 10 دراهم وانا خاسر 1000 درهم. غادي نهضروا واحد القضيه مهمه في هذه اللحظه، هذه مهمه بزاف. عرفت اخويا الزناقي، الا كنت كدير هاد الشيء على ود يعني مثلا على ود المشاهدات، فراك غلط بزاف وغادي تدمر. هي بطبيعه الحال اي واحد كيبغي المشاهدات واي واحد كيبغي يدخل الفلوس، ولكن الا كتعرف الا بقيت مركز فيهم غادي تحماق. باش ديرها في راسك هذه، وخصك تكون داخل بواحد النيه ديال انك باغي تقدم واحد الحاجه للناس اللي غيستافدوا منها، وفي نفس الوقت انت مع المده غتستافد. واش فهمت؟ الا كنت انت داخل بنيه تستافد اكثر من انه يستافدوا الناس، ما غاديش تكمل وكون متاكد من هذه القضيه هذه. غنجلس بلاصتي ما نولينا نصور للبنات. خصك داكشي كديرو حيت كتحبوه، حيت كتبغيه، ماشي حيت تسمى حيت باغيينو الناس، حيت كتبغيه انت. الا بغيتو انت غتعطي فيه، وإلا عطيت فيه غيبغيوه الناس. اللي بغى شي لعبه يمشي لها، واللي بغى شي سعر ولا اسعار يجي هو. المهم انا هضرت، ما غاديش الطريقه باش كيهضر ما غاديش ناخذوا عليها، حيت راه طالع له الدم الله يحسن العوان. صورهم، ولا اللي بغى شي لعبه ربي يسهل عليه. انا اللي بغيت نقول لكم غنبقى غير في بلاصتي وغنناقش معكم المواضيع صافي. هذا هو المحتوى انتم اللي باغيين يكون هكا. غادي نهضر معكم على الاحداث اللي دابا واقعه ما بين المغرب والجزائر. ما كنبغيش نركب على الموجه، ما كنبغيش نهضر باش حتى شي واحد ما يبقى فيه الحال. قلت انا هذا الشيء هذا نخرج منه. انا واخا هكا كنعرف عمق المغرب وعمق الجزائر، هذا الشيء هذا نخرج منه. نقدر نوعي بزاف الناس اللي غالطين ونقدر هذا. وقلت انا هذه المواضيع ما نطرق لهاش. العالم كيكتب لي اخويا الزناقي لا انت يا كذا، خليك غير انت وبنتك، خليك غير انت وهذا. و60 ابوني كيتفرجوا فيا 1000 دعيبه بالله، 59,000 فين مشاو. اللهم صل على سيدنا محمد. 60,000 متابع عندك، ماشي 60، كانت في عندك 62 ولا 60 تما حيت تخرجوك المتابعين. على ايين ماشي مشكل، هادشي كيوقع. سير تشوف ابو فلا غير حيت طيح من رونالدو تشوف المتابعين اللي هبطوا له. ماشي بزاف ديال صناع المحتوى اللي كيوقع لهم بحال هكا، كيغلط غلطه صافي، هذه عاديه جدا. اي واحد كيغلط. قال لك انا كتسمع عنده 62,000 متابع مشترك في القناه، وكيحط فيديو كيتفرجوا فيه 1000. علاش؟ حيت كنت في الجزائر كان كيضربوا 100,000 200,000، وحيت جيت للمغرب بقيت كندير على المغرب وكنبين يعني المناطق السياحيه في المغرب، ما بقاش كيضربوا لي المتابعين المشاهدات. على اي غادي نوضح لك واحد الحاجه مهمه السي زناقي، وعندي تجربه وغادي نوريك التجربه بعينيك، وغادي نقنعك. شوف غادي نقنعك 100% باش ديرها في راسك. هذه اولا فاش كتكون كدير واحد المحتوى، هذه خوارزميات ديال اليوتيوب دايرين هكا،
كنهضر على اليوتيوب. فيسبوك حتى هو، ولكن الفيسبوك شويه مخربق ماشي بحال اليوتيوب. اليوتيوب منظم، المحتوى ديالك تبدل المحتوى كتولي ديرها، كتعاود ديرها، وكتعاود الا بقيت مكمل فيه كتعاود ديرها. اما الا كنت غادي في نفس المحتوى راك طالع مزيان، غير غتبدل المحتوى كيهبط. هذا الشيء عارفين وصلنا على المحتوى اللي فاهم هذا فاش ديال اليوتيوب. كتكون غادي في واحد المحتوى، مثلا انت كنت كتهضر على الجزائر والمغرب، انت مزيان، غير بدلت المحتوى اللي كدير فلوغات يعني ماشي على الجزائر والمغرب، كيهبط لك المحتوى. علاش؟ حيت المتابعين اللي كانوا كيتفرجوا فيك ما مهتمينش بداك المحتوى اللي كدير، مهتمين بالمحتوى الاول. زائد اليوتيوب ملي كدير فيديو من العنوان ديالو ومن الهضره اللي كتقول فيه كيعرف واش نفس المحتوى اللي متبعينك عليه متابعين ولا لا، يعني كيبارطاجيه معاهم بزاف. زائد كيبارطاجيه مع الناس اخرين اللي كيعجبهم داك المحتوى اللي كديرو انت. واش فهمت اللي بغيت نقول لك؟ يعني الا كنت نفس المحتوى مزيان ها هو طالع، غتبدل المحتوى غينزل. ما كاينش من غير الا كنت نيت مشهور وعندك جمهور ديالك. واش فهمت كيفاش؟ المهم على ما يشعل الظن نكملوا بحال هكا. من غير الا كنت نيت عندك الجمهور، الناس كيحبك، فهمت؟ كيحبك واحد، يعني كيشوفك واخا دير فيديو تبقى دير فيه غير يتفرجوا فيك. هذه باش توصل لهاد المرحله صعيبه بزاف باش توصل لهاد المرحله هذه، باش تولي انت دير اللايف، ديري هكا تلقى اللايف طلع 100 200 5000 6000 10000، ولكن تبقى كاع ما كتهضرش واللايف راه كيطلع. هاد المرحله توصلها ولكن صعيبه. واش فهمت؟ يعني الا كنت مثلا، احنا كنهضروا على انسان عادي بحالي وبحالك، يعني ما مشهورينش بزاف، عادي، المهم عندنا بركه ديال المتابعين كيحبونا الحمد لله. كتكون لازم نشعلوا الضوء. اسمحوا لي على ايين. قلت لك انت مثلا عندك واحد المحتوى، انت طالع في ديك المحتوى مزيان، غتبدل المحتوى غيهبط. هذا هكا داير الخوارزميات. نوريك الدليل باش تصنت مزيان وغادي نقنعك ان شاء الله. غادي نخرجوا ندخلوا نعم سيدي اليوتيوب. شوف وهي تصنت وركز معايا، الله يعطيك الخير ودي الزناق. بسم الله على بركه الله. دخل. لا اش هذا الشيء؟ هيا دخل. شوف هذه القناه ديالي شحال فيها، شوف شحال فيها، ركز مزيان، فيها 99400. فهمت؟ 99400 ياك. شوف المشاهدات اللي كنت كنضرب، 1,800,000 1,300,000 1,100,000 995,000 845,000 700,000 300,000 200,000 300 296 271 1000 262,000 228,000 210,000 1000 116,000 94,000 177,000 55,000 47,000 27,000. شفت المشاهدات اللي كنت كنضرب ياك؟ شفت المشاهدات اللي كنت كنضرب؟ شوف دروك ياك، شوف شحال عندي من المتابعين، شحال عندي ديال المتابعين؟ 99,400. تحشم حتى تقولها، وتحشم حتى تقولها. تخيل معايا 99,400 كتفرجوا فيها 99. في نظرك انا ما يطلعليش الدم؟ ما نتقلقش، ما نخرجش نقول حتى انا كيفاش 99,400 وكيتفرج فيها غير 99 واحد. شوف الفيديو اللي قبل منه 124 مشاهده، مش 124,000، لا 124 مشاهده. مناش؟ من 99,000. راه ما يجمع غير الفم، ما يجمع غير الفم. زائد راه عمر شي واحد ما دار لي اشهار، زائد عمرني ما درت الاشهار بفلوس، زائد والله الا طلعت غير بالناس الكرام واللي حبوني، وبشويه توصلت الحمد لله 99,400. الفيديو اللي قبل منه 482 ماشي 1000، 100 270 779. الفيديو اللي بحال هذا ديال الجزائر ولا باش ترجع للهضره اللي كنت نقول لك، هاني درت الجواب الذي اعجز البشريه، هضرت فيه على المغرب والجزائر، علاش الصراعات بيناتهم وكذا، والحمد لله يعني فيديو زوين صراحه، فيه 16 دقيقه. شحال ضرب؟ 27,000. هنا غتفهم انك
انت كنت شوف فاش كنت كان في الاول كنت كان ندير على المغرب والجزائر وهذا الشيء، كانوا فيديوهات كيطلعوا عادي جدا. مجرد انني بدلت المحتوى وليت كندير فيه هكا قصص وكذا وكذا، المحتوى هبط. علاش؟ لان المتابعين اللي عندي ما مهتمينش بزاف بداك المجال اللي كدير. يعني اليوتيوب ما كيطرحوش او ما كيوصلوش لدوك الناس لانه هو عارف هم فين كيتفرجوا، وداك اللي درت انت ما كيتفرجوش فيه. يعني ما غاديش يعطي يصيفطوا له باش يتفرج فيه. يعني راه ماشي كيطلع لهم الفيديو ديالك ما كيشوفوهش، لا اليوتيوب ما كيصيفطوا لهمش. واش فهمت؟ اليوتيوب ما زائد علاش انا زادوه هبطوا لي المشاهدات، ماشي الصراحه زعما حيت ما بدلت المحتوى لهاد الدرجه، حيت صعيب باش تبدل محتوى توصل غير 99 مشاهده، راه ما يمكنش راه ما يتقبلش العقل. وكي حيت وقفت شي شهرين وانا ما درت حتى فيديو، 3 شهور واقيلا ما درت حتى فيديو. واش فهمت؟ حتى من بعد وليت كندير فيديو في شهر، ندير فيديو في 20 يوم. يعني ما بقيتش منظم بحال الاول. شحال هادي راه كنت نهار بعد نهار كندير فيديو، ماشي نهار بعد نهار، كل يوم مع 8 العشيه كندير فيديو. ولكن تشغلت شويه، المهم مسائل عائليه صافي، مسائل شخصيه صافي، ما بقيتش كندير بزاف الفيديوهات. هذا الشيء خلى المشاهدات يطيحوا. هاد اليوتيوب كيلقاك ما كديرش فيديوهات كيهبط لك المشاهدات. طبيعي خاصك تخدم عليها عاود باش تعاود تطلع تروج ديك الصفحه ولا ديك القناه. وتخيل معايا صاحبي راه 99400 كتفرجوا فيك في 99، راه خصني ماشي ندير فيديو بحالك ونخرج انت كتفرجوا فيك 1000، راه خصك تفرح صاحبي. يعني الا انت خارج كتغوت، انا خصني نخرج ونبقى نخسر الهضره. استغفر الله، اسمحوا لي، لا ما يمكنش. مستحيل نديرها. ولكن واخا عمرني خرجت قلت راه ها وقع ليه وشنو درت وكافا وعاش ما كتفرجوش فيا والمتابعين وعندي 99000 وتعب ما كيتفرج وكيتفرج فيها 99 ونبقى نغوت. وهذه ديما كنرد المشكل فاش في هذا العبد الضعيف. انا اللي فيا المشكل ماشي في المتابعين. انا اللي خصني ندير الملف جديد باش الناس يتفرجوا فيا. انا اللي خصني نبدل المحتوى باش الناس يتفرجوا فيا. انا اللي خصني نتقاتل ونصبر باش الناس يتفرجوا فيا. انا خصني نجدد ونطور واللي بجهدي نديرو باش الناس نعجبهم. كيما قدرنا الحمد لله وبفضل الله نوصل 99000، قادرين نوصل مليون. وامالي الحمد لله ما كيتقطعش. كنقول غادي نوصلها ان شاء الله. علاش؟ خص الواحد يستمر. وزائد رد ديما المشكل فيك انت، ما تصداش في المتابعين. انت ما غاديش تخلي بنادم يجي يتفرج فيك بالسيف، ما يمكنش تجي تقول لي تفرج فيا بالسيف. حيت كنت كنتفرج في اللايف ديالك راه تفرجت له الصراحه قبل زعما ما ندير عليه هذا الفيديو هذا، وتستفزيت حيت كنقول كيفاش انت باغي انا نتفرج فيك بالسيف؟ انت عزيز عليا، ولكن باش تقول لي تفرج فيا بالسيف عليك، لا اسمح لي. تقدر دير 30 فيديو نتفرج في فيديو واحد ديالك، تقدر دير 50 فيديو نتفرج في فيديو واحد ديالك، هو من حقي. يعني ما غاديش تجي تبز عليا نتفرج فيك، بالعكس الا بغيت نتفرج فيك خصك تقاتل وتصبر. خليني نتفرج، انت خصك تخليني نتفرج فيك. حيت غدير داك 50 فيديو غنتفرج انا غير في واحد، خص هذاك الواحد هو اللي يخليني نبقى نتفرج في الفيديوهات الجايين. واش فهمت لا ما فهمت؟ الله يجازيك بخير. كمل الفيديو. يقولوا لي خوتي فين مشات 59,000 ابوني فين مشات؟ يلا 62,000 كيتفرجوا دابا، و61,000 ابوني فين مشات؟ يلا فين مشات 61,000 ابوني؟ الناس هادو الا كنتو دابا داخلين معنا في اللايف كتبوا لنا شنو هو السبب اللي ما بقيتوش كتفرجوا. وفيديوهات اخر فيديو لحتو شاطئ الداليه، احسن بحر في المغرب، من الطبيعه، من الجمال، من اي لعبه. وقلت لكم كيشبه الجبال اللي كاينه في تيكجدا ومسائل، وبارطاجيت معكم الماكله تما كاين. عرفتي اش كيوقع لك هذا الشيء الزناقي؟ عرفتي اش كيوقع لك هذا المشكل هذا؟ حيت التوقعات ديالك طالعه بزاف. كتوقع لي التوقعات ديالك طالعه بزاف. كدير فيديو كتقاتل عليه، كتخدم فيه ليل ونهار. شي مرات راك كتسهر عليه وتنوض بكري وتخدم ونهار كامل وانت حاشي وجهك في بيسي وكتخدم عليه. في التالي شنو كيجيب لك مشاهدات، كتدمر. ولكن الا صاحبي بقيت كتفكر هكا عمرك ما دير شي حاجه. العكس، واحد الحاجه اللي درتها في عقلي
شنو هي؟ غادي نحط الفيديو، غنخدم عليه مزيان، نعطيك فيه اللي قدرت، نحطو، ننساه، ما نبقاش نفكر فيه نهائيا. شنو نفكر في الفيديو الجاي اللي غندير، ما شغليش في هذاك الفيديو اللي عليا درتو حطيتو تشاف، هي هذيك ما تشافش، الله يعاوننا ويعاونو، ندير فيديو اخر وهي هكاك، حيت نحطو ننساه، ما نبقاش نفكر فيه، راه ما جابليش نبقى نعاينو يجيب، لا. عمرك ما توصل هكاك، ديما حط الفيديو، نساه عليك، نساه، خليه صافي، نساه، دير فيديو اخر، حيت تحطو نساه، دير فيديو اخر، حيت تحطو نساه، دير فيديو اخر، انت ما تفيق براسك تلقى راك جماعه المتابعين اخرين كاع، ربما مثلا هادو اللي متابعينك، اللي قلت 62 62 الف، ما مهتمينش بالفلوغات ديالك، كان كيعجبهم المحتوى اللي قديم، هذا ما مهتمينش به، ما يمكنش تفرجوا فيه، لا. وما غاديش انت تبز عليا انا نتفرج فيك، لا اسمح لي، انا ما كيعجبونيش الفلوغات، انا شخصيا، انا كنتفرج فيكم، هذا العبد الضعيف ما كيعجبوش الفلوغات، انا ما كنتفرجش في الفلوغات، من غير الا كان شي فلوغ زعما نيت اللي ديال شي واحد اللي عزيز عليا، ولا يعني ما كان، انا ماشي من عشاق الفلوغات، ما كيخليش خاطري نبقى جالس كنتفرج في فلوغ، واش فهمتوا؟ من غير الا كان شي فلوغ نيت اللي هارب، واش فهمتوا؟ يعني مثلا انت كدير المحتوى، حيت مثلا كنت كدير الجزائر وكذا، كنت كندير لك رياكشن، حيت وليت كدير فلوغات ما بقيتش كندير رياكشن ليك، علاش؟ حيت انا ما مهتمش بداك المجال، خصك تقبلها عادي جدا، يعني خصك تجمع جمهور اخر اللي مهتم بداك المجال، واش فهمت؟ الرساله وصلات؟ يعني راه بحال الا غتبدا من جديد. كان واحد صاحبي الله يذكره بالخير، كنت كنقولها له، كنقول له شوف، كنقول له ملي هبطوا، يعني هبطت لي المشاهدات، ملي بدلت المحتوى صافي هبط المشاهدات، بطبيعه الحال يهبطوا، راه هذه من خوارزميات هكا دايرين، يعني ملي بدلت المحتوى قلت له شوف، غادي نبدا من جديد، بحال اللي راه ما عندي حتى شي ابوني، قلت له الحمد لله ماشي بحالي، حيت كنحط فيديو كيوصل 100 200، قلت الحمد لله، راه شحال ديك كنت ما كنوصلش 100 200، كنت كنحط فيديو كيتفرج فيه واحد، سيمانه، شهر، جوج اللي كيتفرجوا فيه، ثلاثه، 4 شهور، 5 شهور، كتلقاه ضارب 10 المشاهدات. دابا لا، كتحط فيديو كيضربوا فيه واحد 100 مشاهده، 200 مشاهده، خصني نحمد الله ونشكره، نكمل في ذاك الطريق اللي راني غادي فيها، ما نحبسش، ما نوقفش. هنا ب 3 اورو اللي كلينا شويه د الحوت، بارطاجيت معكم الدخله، بارطاجيت معكم البحر، الماء، الغطس، بشحال الغطس كيتقام، بشحال كذا، 1000 تفرجوا في الفيديو، 1000. اذا زائد واحد الحاجه نقطعك عليها، اللي هي هذه، انت اسمح لي، كدير هذا الشيء ماشي حيت كتحبو، ما كديرش هذا الشيء حيت كتبغيه، كتعرف كون كنت كتبغيه والله ما تسوق، كدير هذا الشيء غير باش يتفرجوا فيك الناس، ولا باش تربح الفلوس. خصك باش يبغوك الناس وتربح الفلوس، خصك تكون كتبغي داك المجال، خصك تكون كتحبو، كديرو وانت مقتنع به، فهمت؟ كتستمتع به، ماشي انت دايرو غير ما يجيب لك صافي تحطم، وتبقى تخرج بحال هكا وتقول انا خسرت الفلوس، وانا درت، حطيت 1000 درهم، مشيت للشمال، كريت وخسرت بزاف د الفلوس، حتى اللي جبتو لي اورو ولا 10 اورو، اسمح لي، راه الناس خسروا الملايين، وما كيقولوش هاد الهضره، علاش؟ حيت كيبغوا داك المجال، حيت ما جاب له مثلا خسروا، راه كاين، شوف اسمح لي، سير تشوف غير دوك العيالات اللي كيديروا محتوى ديال الطبخ، المحتوى كيجيك بسيط، المحتوى ديال الطبخ كيجيك بسيط، كتعرف شحال فيه شحال ديال الميزانيه فيه، كتعرف الميزانيه اللي فيه، راه ما طيحلكش على بالك نهائيا، راه الميزانيه اللي فيه ما طيحلكش على بالك. وسير تشوف وحده مسكين اللي كتبدا في فران، شنو كدير؟ كتبدا في فران، كتبقى تجيب هكا العيبات، كدير المهم قويطويات، كديرهم شويه مسكوته، كدير شي طويجين، دير شي ميكله هكا زوينه في نظرك، هذه بدايه ديالها. شو شحال ديال الميزانيه كتحط في داك باش دير داك الطاجين، كتحيدو، النهار الاخر ما كتجيبهاش مشاهدات، كدير حاجه اخرى، النهار الاخر كدير حاجه اخرى، وغير كتخسر، ما كتربحش نهائيا، هي كتخسر، كدوز واحد العام، عامين، داكشي كيتعوض كامل، داكشي اللي خسرت كيتعوض لك، علاش؟ حيت صبرت ودير يقينك في الله، كتقاتل، كدير واحد الحاجه ديرها عاد كتحبها،
وحيت بطبيعه الحال عندها فائده للناس وما كتضرش، هذا هو اللي مهم. فهمت؟ ما تقولش راني خسرت وكتقولها وتعاودها. الصراحه ما عجبتنيش حيت خصك تقولها خسرت 2000 درهم، خسرت 1000 درهم، خسرت كذا وما ربحت والو. لا، ما خصكش تكون كدير هذا الشيء باش تربح. صافي، هي باغي تربح مزيان، اي واحد كيدير هذا الشيء باغي يربح، ولكن ديرو حيت كتحبو بعدا هي الاولى باش تكمل فيه، حيت ما كنتش كتحبو ما غاديش تكمل فيه. وخاسر المصيبه الفلوس. الصبر الا صبرت من بعد يعوضك الله. راه بنادم كاين له 4 سنين 5 سنين وما كيدخل حتى شي لعبه، ولكن حيت يوصل ديك مثلا كتوصل وقيته اللي مكتب له الله فيها غادي يدخل، كيعوضوا الله في داك الشيء كامل ودوك الاعوام اللي ضيع. ماشي ضيع، بطبيعه الحال كان كيتعلم. اذا دابا بنادم كيضحك علينا، هذه هي. انا غنقلب مو هاد السياحه وهاد السفر وغنهضر اللي بغى اللي قال لي عاود ثاني راسي غنقولو حتى انا في هاد القناه. ومرحبا باي واحد اللي بغى يتبعني اللي ما اسمح لي انت مازال باغي تبدل المحتوى. المهم غادي نوقفوا الفيديو غير هنا، صافي راه وضحنا الامور. 99,000 كتفرج فيها 99 واحد. لا اله الا الله المستعان. هو كان بارطاجيها في الصفحه وكيدخلوا الناس راه المهم اللي كيحبك راه كيدخل يتفرج ويتابونا معاك. المهم ما علينا. قلت لك سي زناقي، نفترضوا انك بغيت تبدل المحتوى. انا بغيت نبدل المحتوى ياك، بدلت المحتوى ماشي حيت ما كيعجبنيش هذاك المحتوى، بدلته غير على ود اليوتيوب. والله الا الصراحه بدلته غير على ود اليوتيوب. اليوتيوب فيه المشاكل، فيه المشاكل بزاف، حيت كيشوفك داير شي رياكشن وتبقى دير رياكشن صافي كيوقفوك الفيديو وكتلقى كتولي عندك المشاكل في القناه. انا صافي وقفت، قلت صافي نبدل المحتوى. الحمد لله جمعنا شويه المتابعين، حبونا بغاونا، باش ما نقطعوش ونبقاو متواصلين معاه. صافي نديروا قصص بحال هكا والعيبات غادي يحبوها ان شاء الله باذن الله، لانهم كيحبوا هذا العبد الضعيف. حيت الرياكشن فيه شويه ديال فيه، المهم فيه المغامره، كتغامر بالقناه. حيت ربما في شي نهار تسد لك ديك القناه، علاش؟ حيت كدير رياكشن. انا صافي قلت بلاتي ما أنا باش ما نضيعش هاد المتابعين اللي كيحبوني، خليهم نبدل المحتوى وغيبقى يتفرجوا فيا ان شاء الله. خصني نطور راسي ونتعلم ونبدل بزاف د الحوايج. واش فهمت كيفاش؟ يعني افترضوا انني مثلا انت بغيت تبدل المحتوى ياك، انت مثلا ما جابكش المشاهدات. عرفت المحتويات اللي درت انا في هذه القناه؟ المحتويات درت الفلوغات ياك، درت الفلوغات، درت رياكشن، درت الضحك، هضرت في درت. شوف راه اي حاجه تجيك في راسك درت سبور. شوف اي حاجه تجيك في راسك درتها انا هنايا. اي حاجه قول لي ما درتهاش نوريها لك. جربت بزاف د المجالات هي باش نلقى واحد المحتوى اللي يعجبني وارتحيت فيه ونكمل فيه. والحمد لله، الحمد لله والشكر لله. كنحمد ربي ونشكره الله. رزقنا واحد 99,400 ديال الناس اللي حبونا ودعمونا وحفزونا، وعمرني ما ننسى خيرهم. الحمد لله صراحه، الحمد لله، اللهم بارك. المهم نتمنى ان شاء الله نوصلوا ل1,000,000 وبقاو المشاهدات. حنا صابرين، واخا ما كاينش مشاهدات صابرين وغاديين كنديروا الفيديوهات تيحنا الله. بحال دروك هذا ها هو الشهر باش درت فيديو، حتى والبارح درت فيديو. يعني هذا هو اللي كيخلي القناه كتزيد طيح. خصك تستمر على الاقل نهار بعد نهار، على الاقل 2 مرات في السيمانه ولا مره في السيمانه دير فيديو. انت كتصبر شهرين 3 شهور باين غادي تطيح لك القناه. قلت لك الا بغيت تبدل المحتوى بلا ما تخرج تقولها صاحبي، بلا ما تخرج تبقى تغوت تقولها. بغيت تبدل المحتوى سيدي حبس الفيديوهات، حبس داك المحتوى، دير محتوى اخر، جربه. هادشي اللي بغيت نوصل لك. هاجي قلت لك راني جربت بزاف د المجالات. جرب دير محتوى اخر، بدلو. ما نصدقلكش بدلو، ما صدقلكش بدلو، تيجيب لك الله شي محتوى اللي مزيان لك وعندك مشاهدات ويعجبك وكترتاح فيه. انت هاد الفلوغات ما مرتاحش فيهم، من الهضره ديالك ما مرتاحش فيهم، هيك خسر فيهم فلوس وانت ما بغيتش تخسر الفلوس. عفوا يعني صافي بعد من المجال ديال الفلوغات، بدل المحتوى ديال الفلوغات، دير حاجه اخرى، دير حاجه اخرى. في خبارك هاد الايامات كنت كنفكر ندير الطبخ، وحق الله العظيم الا بغيت الى تيجي والله الا وليت كنفكر ندير الطبخ. هي ماشي في اليوتيوب، في فيسبوك. وتيقني ولا ما تسيقش؟ خوك زرق في الطبخ، زرق في الطبخ، زرق. وكنت كنفكر ندير الطبخ، بغيت نجربه. علاش؟ منها تعلم الطبخ، منها زائد غادي نديرو يعني ماشي بطريقه زوينه الصراحه. كنت نفكر يعني اول حاجه طيب مثلا
طيب مثلا شي حاجه وغديرها الناس في فلوغ، اول حاجه طيب دي حاجه تشوف كيفاش تخرج لك اللعيبه. هذه فكره اللي بغى يطبقها. المهم انا عطيتكم فكره زوينه هذه الصراحه. المهم على اي الله يسهل على كل واحد. كنقول غادي نطيب واحد الحاجه، مثلا عمرني مثلا ما طيبت الخبز، خبز في الفران، عمرني ما عجنته، عمرني ما قرصت، عمرني ما طيبته. شنو غندير؟ نمشي نجيب العجين، المهم غادي نوجد كلشي، نحطو، نصور، نعجن، نقرص، نطيب، نشوف النتيجه كيفاش غادي تكون، ونشرها مع المتابعين. كي الله يضحك عليك، كي الله يقولك مزيان. واش فهمت؟ محتوى زوين، هذا محتوى واعر. هذا هو ما عنديش ليه الوقت، هذا هو اللي خلاني ما نديروش. مثلا بغيت طيب الكاطو، نمشي نشري القوام ديال الكاطو ونجي نعجن نطيب نديرو في